السلام عليكم، ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله رجعت لكم كده بوصفه جديده من الكتاب اللي بقاله 14 سنه عندي، افلام مش بستخدمه خالص، ففكرت كده استخدمه معاكم دلوقتي ونعمل منه كيكه الزبادي بطريقه حلوه جدا جدا، وكمان لقيتها سهله وبسيطه. يلا نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا النهارده ايه. حلوه جدا وبسيطه. معايا كده كوباية من السكر، هحط عليهم كوبايتين من المية، وده هيكون الشربات بتاع الكيكة بتاعتنا. هحط في البداية السكر وبعد كده هنزل بالمية واديها تقليبة كده بسيطة، واحطها على نار عالية لمدة 3 دقايق. بعد كده اعصر عليها ليمونة، وبعد كده اوطي النار 3 دقايق واطفي عليه. مكونات الكيكة بقى: علبتين من الزبادي، 3 بيضات، كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوباية من السكر فانيليا وبودر. في بولة كده هنزل أول حاجة بالسكر طبعا اللي هو نص كوباية، بعد كده هنزل بكوبايتين الزبادي. أي نوع زبادي بتحبيه تقدري تستخدميه، سواء بلدي أو يعني يوناني، عادي جدا. قلبناهم كويس كده مع بعض، وبعد كده هنزل بالبيض كده مع بعض. طبعا بعد البيض انزل ب3 اظرف من الفانيليا، كل بيضة عليها ظرف من الفانيليا. هبدأ اقلبهم كويس جدا كده لحد ما اتأكد ان البيض اختفى تماما. بعد كده بوريكم بس ان الدقيق لازم يكون منخول. انا كنت نخلاه مرتين ونخلته تاني، ودي اهم خطوة طبعا عشان نجاح الكيكة بتاعتنا. هبدأ انخله كده وهحط نص الكمية واقلبهم كويس كده بالمضرب او بالمعلقة. طبعا انا كان ممكن استخدم مضرب البيض ويعني اضربهم كده بيه، هيسهل عليا كتير، بس عملتها طبعا بما ان الكتاب ده قديم جدا فعملتها كله كده بايدي. حطيت بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبدأت دلوقتي اقلبهم، وهضيف بقية المكونات كده على الخليط بتاعي. بعد ما قلبتها طبعا لقيتها تقيلة جدا جدا، فضفت عليها حوالي نص كوباية من المية في نفس الكوباية بتاعة الزبادي. طبعا هي الكتاب او الوصفة مش مكتوب فيها ان احنا نزود مية، بس بما اني لقيتها خفيفة فانا زودتها مية. ممكن تبقى الزبادي قليلة ف يعني زودت لها نص كوباية من المية. في صينية كده متبطنة بالدقيق، طبعا دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق، وكنت مشغلة الفرن على نار متوسطة. هاخدها دلوقتي ونحطها. قعدت حوالي نص ساعة بس مش اكتر من كده. اللهم بارك، بجد كانت ريحتها حلوة جدا. عايزة اقول لكم كمان حاسة ان انا باكل بسبوسة. معرفش، هي فكرة الزبادي مع الشربات جابت لي الاحساس ده. المهم بقى بعد ما بردت بدأت كده اخرمها، وعلشان هسقيها الشربات بتاعنا. شربات برد وهي بردت تماما، وبعد كده هبدأ انزل عليها بكمية الشربات. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، وأتمنى تنوروني في قناتي. لو أول مرة بتشوفوها تشتركوا وتفعلوا زر الجرس طبعا علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. وشكرا لكل الناس اللي متابعاني وبيدعموني بكلمة حلوة وطيبة. جزاكم الله كل خير، وشكرا ليكم من قلبي يا أحسن ناس في الدنيا. عايزة أقول لكم والله طعمها حلو جدا جدا، أتمنى تجربوها، هتعجبكم قوي. وملمسها وقوامها كان حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم هي مش بتتفتفت طبعا، هي كانت يعني وانا بقطعها فكانت بتتكسر مني لاني كنت بخرجها بالشوكه، لكن هي كان ممكن تخرج بطريقه احسن من كده. فيا رب الفيديو النهارده يعجبكم، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، وشكرا ليكم وسلام.